نحن قادمون يا اوروبا وسنحتل اوروبا من جديد. ريال مدريد عايز يا ضرغام يا برشلوني، جيبوا لنا برشلونه، جيبوا لنا برشلونه. ما ادري ابكي اضحك، انا مدريدي محروم، انا ما شايف هيك متعه بحياتي بزمن انشيلوتي. أنا ما شايف هيك متعة وجمل تكتيكية وتحولات بالخطة وخط وسط يضغط وخط وسط يستحوذ، يعني احنا ما شايفين، فأنا محروم. أنا لا تلومني من أتغزل فريقي، الحداد مو وقتك تلومني، لا تلومني من اطلع اتغزل تشوفني محروم. اي نعم انا اعاني من الحرمان التكتيكي، انا اعاني من المتعة. تخيل ريال مدريد لخص لي متعة كرة القدم بهاي المباراة. انا ويا انشيلوتي كنت اشوف بس فرديات وتطل فينيسيوس، وفينيسيوس لو يسوي لك وحده اثنين لو انت رجليك بالطين. فشكرا لتشابي الونسو. القطعه الناقصه بعد ذهاب توني كروس هو داني سيبايوس، فاتمنى من المدرب اعطاء الفرصه الكامله لداني سيبايوس، وبذلك يثبت لنا انه تشابي الونسو عنده نظره بعيده، بما انه استخدم سيبايوس كاساسي وكعنصر اساسي وكحجر اساسي بهذه المباراه. شفنا سيبايوس شلون يطلع من الضغط، شفنا سيبايوس شلون يقدر من بين لاعبين يطلع لك كره جميله، يطلع لك باص جميل، يطلع لك عرضيه جميله، يسوي لك باصات مفتاحيه. فداني سيبايوس هو القطعه الناقصه بريال مدريد، واتمنى ان اشوف داني سيبايوس بكثره بتشكيله ريال مدريد الاساسيه. اما عن باقي اللاعبين فما ادري من امدح فينيسيوس اللي رجع مستواه، لو امدح مبابي. وبصراحه المباراه ما تحلى الا بها ركله جزاء. لازم، انا قلت مستحيل اطلع افرح بدون ركله جزاء. اي عزيزي نعم احنا تعودنا نريد ركله جزاء اذا كانت بالحرام واذا كانت بالحلال، فانا اريد ركله جزاء. ليش؟ لان هي متعه كره القدم بركلات الجزاء من الحرام. انا استمتع بالحرام، استلذ بالحرام بكرة القدم فقط، وباقي الاشياء استغفر الله واعوذ بالله. فمبروك لريال مدريد، ليله جدا جميله وليله ممتعه وليله مفرحه لجميع المدريديستا. اول مره نشوف ريال مدريد بهذا الاداء، اول مره يعني انا اول ما شفت التشكيله بصراحه انا كنت مستغرب، وسالت صديقي ضرغام وقلت له شنو رايك في التشكيله؟ وضرغام برشلوني وقافل، بس قال لي اصبر وشوف تشابي الونسو ضام لك اشياء شقاقيه. وانا ما كنت مؤمن بخطه 3-4-3، ولكن شفناها داخل الملعب بالتحويلات الهجوميه، تشكيله شقاقيه، هجوم شقاقي، ضغط عالي 24 ساعه. اما بالنسبه لنادي ليفانتي فاحنا نريد نذكر شغله، احنا كل الافرقه اللي تلعب ضدنا ندافع، اما ليفانتي لعب ند لند مع ريال مدريد، ولذلك شفنا هوايه مساحات احنا قدرنا نستغلها وقدر تشابي الونسو يستغلها. شكرا جزيلا، ما عندي شيء اضيفه، ما عندي شيء احكيه، ما يحتاج اشرح لك تكتيكيا وما يحتاج اقعد افصل لك اللعبه تكتيكيا. خلي عينك تستمتع قبل ما تسمع مني. شنو تستفاد اذا سمعت مني شرحت لك تكتيكيا؟